واحد اتصل بحبيبته قال لها انت فين يا حبيبتي؟ قالت له انا مع دادي راكبه مع الرانج روفر الجديده، حب يوصلني الجامعه. انت فين؟ قال لها انا قاعد على الكرسي اللي في الميكروباص، قاعد وراكي على طول، دفعتلك بقى ما تدفعيش. واحدة بتقول لجوزها مفيش في الدنيا أحلى من إنك تشوف حتة منك بتجري قدامك ومالي عليك البيت. رد جوزها قال لها فعلا الكرش ده نعمة كبيرة. واحد بيقول لصاحبه اشتريت عربية عليها مخالفات من 2013 وهي اساسا موديل 2016. صاحبه قال له ما انت اللي غلطان، مش المفروض تسأل على ماضيها قبل ما تشتريها؟ واحد بيقول لمراته حبيبتي نفسي اشوفك مرة من غير مكياج. قالت له ما تقول عايز تطلقني من الآخر، انت ليه بتلف وتدور في الكلام؟ واحد راح يقدم على شغلانة في شركة، سألوه في المقابلة يعني ايه الترتيب الانتقائي لأبجديات الآلية الأيديولوجية في الوجدان الروحي؟ قال لهم يعني انكم مش عايزين تشغلوني. واحد اشترى كلب لمراته، عضها وماتت. عمل اللي عزة الناس كلها جت تعزي، فواحد صاحبه قال له كل دول جايين يعزوا في مراتك؟ قال له لا، دول جايين يشتروا الكلب. مذيع ماشي في الشارع قابل واحدة عجوزة، قال لها بقول لك يا حاجة تتجوزي ولا تاكلي مهلبية؟ قالت له يا ابني وانا فيا اسنان للمهلبية. عجوزة ركبت اتوبيس بتدفع للكمساري قرش، فالكمساري بيقول لها ايه ده يا حاجة قرش؟ ده القرش ده كان ايام زمان. قالت له يا ابني اللي يسألك قول له ان انا راكبة من زمان. واحدة شافت جوزها بيقرا في كتاب مكتوب على جلدة الكتاب من بره كيف تسيطر على المنزل وتكون صاحب كلمة قوية. قالت له حبيبي انت مش هتبطل تقرا القصص الخيالية دي؟ واحد بيتخانق مع مراته، فصاحبه بيقول له مالك في ايه؟ قال له عايزة انا اغسل المواعين والنهارده مش دوري. واحدة ساكنة جنب السكة الحديد بتاعة القطر، كل ما القطر يعدي الدولاب عندها يتهز. اتصلت على نجار جابته، قالت له تعالى كده بص على الدولاب ده، كل ما القطر بيعدي بيتهز الدولاب. قال لها بس انا شايف الدولاب ثابت ومفيهوش حاجة. قالت له ادخل جواه واستنى لما القطر يعدي وهتحس بالهزة بتاعته. صاحبنا سمع كلامها ودخل جوه القطر ومستني. دخل جوزها من بره، جه يغير هدومه، فتح لقى صاحبنا جوه الدولاب. قال له انت بتعمل ايه هنا؟ قال له طبعا لو حلفت لك بايمانات الدنيا ان انا قاعد مستني القطر مش هتصدقني. واحدة خدت فلوس من جوزها وراحت عملت عملية تجميل، عدلت في بقها ورفعت حواجبها ونفخت خدودها وشفايفها وعملت غمازات. اول ما روحت البيت عيالها قعدوا يعيطوا قالوا عايزين امي. واحد كل يوم يعدي على الصحراء يلاقي واحد حزين قوي قاعد وجنبه حصان، فالراجل راح سأله قال له ايه يا عم اللي مزعلك كده، شايل هموم الدنيا على راسك ليه؟ قال له لو عرفت ايه اللي مزعلني هديك الحصان ده هدية. قال له اكيد مراتك مكرهاك في حياتك وبتفكر في واحدة تانية ونفسك تتجوز عليها وتجدد حياتك. قال له خد الحصان. قال له ايه فكرت صح؟ قال له لا بس الفكرة عجبتني. واحد مراته تخينة قوي بيقول لصاحبه المفروض يكتبوا في عقد الجواز يعتبر لاغي في حالة زيادة وزن الزوج عن 70 كيلو وإلزامها هي وأهلها بدفع مصاريف الشحن. واحد عرف واحدة على الفيسبوك، قال لها بقول لك ايه ما تيجي نتقابل في الكافيتيريا اللي في آخر الشارع؟ قالت له ماشي وانا اعرفك ازاي؟ قال لها هتلاقيني لابس ابيض في ابيض وقاعد بشرب عصير فراولة. قالت له تمام هجيلك. مشي هو قبلها وراح يسأل بتاع الكافيتيريا على عصير فراولة ملقاش. قال له خلاص هاتلي عصير مانجا. بيشرب عصير المانجا بيبص لقى واحدة وحشة قوي داخلة عليه، فبتقول له انت اللي كلمتني على الفيسبوك؟ قال لها لا مش انا، وانت شايفة قدامي عصير فراولة؟ راجل كبير كداب قوي قاعد بيحكي لأحفاده، بيقول له يا ابني احنا قبل 40 سنة كنا بنعوم تحت المية، نقعد يومين من غير ما نخرج من تحت المية.
فواد من العيال راح قايم قال له ازاي يا جدي بتقعد يومين والاكسجين طيب بتتنفس ازاي؟ الراجل قال له يا ابني على ايامنا ما كانش فيه اكسجين ولا نعرف عنه حاجه. راجل شكله حلو قوي صاحبه مات، فراح العزا، حضر العزا وبعد ما خلص راح لمراته قال لها الباقي في حياتك. الست قعدت تتملى في جماله، قالت له حياتك الباقيه. قال لها معلش لو المرحوم سايب حاجه كده ذكرى خليها معايا. قالت له والله ما سابش حاجه غيري. راجل عجلاتي قاعد بيبص لقى واحد شحات دخل عليه، قال له مفيش حاجه لله، قال له تعالى خد لك لفه. واحده حامل غبيه قوي، قالوا لها جوزك بيخونك مع واحده تانية، راحت لجوزها قالت له بقول لك ايه، قول لي الحقيقه وما تكذبش عليا وانا هسامحك. الولد اللي في بطني ده امه تبقى مين؟ واحد بخيل قوي بيكلم واحده حبيبته بيقول لها بقول لك يا حبيبتي هو ابوكي موجود في البيت؟ قالت له اه. قال لها طب استناكي تحت الشباك. قالت له ايه هتجيب اهلك وتيجي تتكلم عليا؟ قال لها لا احدفي لي سجارتين من العلبه بتاعته. واحد بخيل قوي بيوصف بيته لواحد صاحبه، بيقول له انت اول ما توصل هتلاقي عماره بابها ازرق، تزق الباب برجلك اليمين وتطلع الدور الاول ترن الجرس بكوعك الشمال. فصاحبه قال له ليه ازق الباب برجلي وارن الجرس بكوعي؟ قال له انت هتيجي ايدك فاضيه؟